الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. إلى حضرة النبي وآل بيته وإلى طيب الذكر الحاج محمد مقبل خلايلي أبو مجدي الفاتحة. رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أوهبتم ما قرأتم وما ذكرتم في كتاب الله إلى طيب الذكر الحاج محمد مقبل خلايلي أبو مجد يقول أوهبنا وسامحنا فعلى هذه النية الفاتحة. اللهم كانت هذه القراءة هنا على سببه ونيته وأنت اللهم أعلم منا به وباسمه أصل اللهم ثواب ما قرأنا منك إليه واجعله هدى ونورا يسعى ويتلالى بين يديه ضاعف اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنه شهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ومات على ذلك. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكون في بطون الألحاد من المطمئنين ويوم يقوم الأشهاد من السابقين. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وبيض وجهه يوم تبيض الوجوه. اللهم اجعله من سعداء أهل القبور. اللهم ثبته عند السؤال بلا إله إلا الله. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. إلى حضرة النبي وآل بيته وإلى روح أبو مجد وإلى كل من جاوره من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان. الفاتحة. وعلى سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وبعد. رحم الله فقيدنا الفاضل الأستاذ المربي أبا مجد وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.
رحل من حطام الدنيا ليلحق بالرفيق الأعلى إثر مرض لازمه سنتين، صابرا محتسبا مؤمنا بقضاء ربه. نسأل الله تعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناته. أبا مجدي عاش طيب النية، سليم الطوية، ولين العريكة، لحديثه كان طلاوة وحلاوة، أعلاه مخبط وأسفله مجبر. حمل رسالة مشرفة ألا وهي رسالة التعليم والعلم. خلال 3 عقود نهل أجيال من أبناء سحنين من معين علمه، وغرس في نفوسهم مكارم الأخلاق والفضيلة وكل صفة طيبة. ولكن سنة الله في خلقه مهما طالت سلامة المرء لا بد أن يتجرع كأس الملوك. والله سبحانه وتعالى قهر عباده بالموت حيث قال: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. من صفاته الطيبة أنه كان يدين بالانتماء الصادق لأهله ولأقاربه، إذا أصابوا أعانهم وإذا أخطأوا قومهم. مهما مرت الأيام وما جلنا أحياء، ستبقى ذكراك يا أبا مجد راسخة في الذاكرة وفي الجوارح، وتعانقنا كعناق أديم الأرض مع أديم السماء في الأفق العبيد. رحمه الله. عزاؤنا أنه خلف من بعده ذرية طيبة آمل أن يحملوا الراية ويمضوا فيها قبلا. إلى روح الفقيد منا ثواب سورة الفاتحة يا حي يا قيوم. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. بارك الله في الجميع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، نسأله لكل هذه الوجوه الطيبة من الكبار والصغار والرجال والنساء الذين حضروا ليشاركونا هذا العزاء. نسأل الله عز وجل لكم جميعا خير هذا اليوم وخير ما فيه. نسأل الله لكم حياة طيبة ولأمواتكم آخرة طيبة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نقول بداية لأبنائه، لإخوته، لأصدقائه، لزملائه، لكل الذين عرفوه، عاشوا معه، زاملوه في مهنته، في مهنة التعليم، أصدقائه، أقربائه، إلى كل الحضور انسبائه نقول لهم: أحسن الله عزاءكم، أعظم أجركم، غفر لميتكم، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار، فاصبروا واحتسبوا. وفي حقه نقول: نسأل الله عز وجل له الآخرة الطيبة، ونقول: اللهم أكرم نزله واسع مدخله، اغسله بالماء والثلج والبرد، ثبته عند السؤال، واجعله من أهل الجنة. نسأل الله أن يكون مرضه في السنوات الأخيرة كفارة له عند الله عز وجل، أن يخفف بهذا المرض عنه يوم حساب
شاء الله. ونسأل الله عز وجل لكل الذين يعني زاملوا في مهنة التدريس أن يكون ذلك من أجره عند الله عز وجل، فهي مهنة عظيمة ورسالة عظيمة. أسأل الله أن تصب في النهاية في ميزان حسناته، اللهم آمين. أبو مجدي يعني كأي واحد منا يؤدي أدوار كثيرة في هذه الحياة، ولكن يعني خير الأدوار التي يؤديها الإنسان وخير الأدوار التي تؤديها المرأة، خير الأدوار التي يؤديها الرجل هو دوره كأب ودورها كأم. ولذلك هذا الأب له حق علينا حي وميت. فأما حقه حي فكما قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فحقه حي، بره والإحسان إليه والقيام على خدمته والتودد إليه والتقرب إليه، هذا من حقه حي. فنسأل الله عز وجل أن يكونوا أولاده قاموا بهذه المهمة خير قيام، ولهم بذلك أجر عظيم عند الله عز وجل. فهذه الخدمة باب من أبواب الجنة كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. ويعني في حديث رسول الله قال: آمين آمين آمين. قال: ما آمين يا رسول الله؟ قال: وعليكم السلام. قال آمين. قال: معدم يعني محروم. من هو المحروم؟ قال: محروم من جاء رمضان ولم يغفر له فهذا محروم، ومحروم من أدرك أحد والديه أو كلاهما ولم يدخل به الجنة فهذا محروم. فهذا محروم. ومحروم من ذكرت عنده ولم يصلي عليه فصلوا على رسول الله اللهم صل عليه. فحقه حي. نسأل الله أن يكون يعني أنه ما قصرنا معه وخدمنا وأعطنا حقه كامل، نسأل الله ذلك. وأما حقه ميت فكما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به وصدقة جارية وولد صالح يدعو له. ولذلك هذا الولد دعاؤه عند الله عز وجل مقبول، كما قال الله عز وجل: قال: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها يعني بجهد، ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. لم ينس والديه من الدعاء الذي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. ثم لم ينس ذريته: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فهذا إن شاء الله من حق الوالد على أبنائه أن يكثروا الدعاء له، لأنه دعاء الولد لأبيه، دعاء الولد لأمه، دعاء الابن لوالده، دعاء الابن لأمه دعاء مستجاب عند الله عز وجل. فإن الله عز وجل يرفع الدرجات للوالد وللولد، للأب وللابن بهذا الدعاء. فنسأل الله عز وجل لأخينا زميلنا قريبنا أخينا أبو مجدي، نسأل الله له الآخرة الطيبة. بارك الله فيكم. وننهي إن شاء الله هذه الختمة بدعاء مع الشيخ وليد. تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. اللهم
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. أكرم نزله ووسع مدخله. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئه. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن قد ثبته عند السؤال يا رب العالمين، واجعله من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم اغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين السامعين لهم ولأرواح والدينا. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم بيض وجهه يوم تبيض الوجوه. اللهم يسر حسابه ويمن كتابه يا رب العالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان يا رب العالمين. اللهم اغفر له واجمعه مع الأنبياء والصديقين يا رب العالمين. اللهم اغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين السامعين لهم ولأرواح والدينا ولكافة عامة أموات المسلمين والمسلمات لهم منا ثواب سورة الفاتحة. بارك الله فيك شيخ سلام، شيخ كريم، والشيخ سليم وطعون، يعطيكم العافية. نشكر جميع من واسانا في المصاب الجلل. بارك الله فيكم جميعا من الأصدقاء من أهل الحارة، أهل البلد، زملاء في التعليم وأيضا في المحلات مع المرحوم. وإن شاء الله تكون هذه آخر الأحزان للجميع. طبعا نشكر جيراننا اللي تحملوا برضه الازدحامات أثناء الأيام الماضية، ويعطيكم العافية. نأمل إنه تشاركونا طعام الغداء على روح المرحوم إن شاء الله بعد صلاة الظهر. وبارك الله فيكم جميعا. بارك الله فيك. الله يرحمه. اللهم اغفر للمشاهدين، اللهم اغفر